بالدموع الكوميديا لبنى الجوهري تفجر مفاجأة صادمة. تكرفسوا عليا ملي كنت صغيرة، خليكم معايا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا التفاصيل. فقد خرجت الممثلة والكوميديا المغربية لبنى الجوهري عن صمتها لتكشف في شريط فيديو مؤثر نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك التي يتابعها أكثر من مليون شخص. تفاصيل مؤلمة من حياتها الخاصة وسط حالة من التأثر الكبير بدت واضحة عليها وهي تستعيد محطات وصفت بالصادمة ارتبطت بطفولتها وبمرحلة الشباب. وقالت الجوهري وهي تروي تجربتها وسط دموعها إنها لم تكن تعلم في سنواتها الأولى بأنها فتاة متبناة ومجهولة الأبوين قبل أن تكتشف الحقيقة لاحقا، مؤكدة أنها تعرضت وهي في السادسة عشر أو السابعة عشر من عمرها لاعتداء جنسي ظلت تخفي تفاصيله لفترة طويلة قبل أن تقرر الحديث عنه اليوم في إطار توعوي يهدف إلى تشجيع ضحايا المماثلين على كسر حاجز الصمت وعدم الاستسلام للخوف أو الإحساس بالعار. وأوضحت الفنانة المغربية أن قرارها بالبوح بما عاشته لم يكن سهلا، مشيرة إلى أن الكثير من الأشخاص الذين مروا بتجارب مشابهة يجدون صعوبة كبيرة في الاعتراف بما وقع لهم أو طلب المساعدة النفسية والاجتماعية اللازمة، وهو ما دفعها إلى مشاركة قصتها الشخصية مع متابعيها، معتبرة أن الصمت لا يساهم إلا في تعميق المعاناة. وكشفت لبنى الجوهري أيضا عن جانب آخر من المعاناة التي واجهتها بسبب وضعها الأسري، إذ أكدت أنها تعرفت في مرحلة سابقة على شخص خلال عملها، غير أن العلاقة بينهما انتهت بعدما رفض الارتباط بها والزواج منها بسبب كونها مجهولة الأبوين.